ابويا بطيخ. ها يا ترى ايه اللي في العلبه؟ يا ترى ايه اللي في العلبه؟ صباح الفل، صباح الفل يا رجاله. بختار لكم الكلام ده والله العظيم، والله ظهري بيوجعني اقسم بالله، يعني عشان اقعد ادور في السماعات عشان اجيب لك حاجات كده بسعر حلو وبتاع. تعالى. مفيش سماعه بتقعد 120 ساعه تشغيل. 120 ساعه تشغيل ده انت بتتكلم لو هتسمع 3 ساعات في اليوم مزيكا تقعد معاك 40 يوم، ولو هتشغل الاي ان سي هتقعد معاك 70 ساعه. مفيش سماعه هيدفون كده، طبعا هوريك الجوده والميتال اللي فيها والتصميم، ومن جوه العروق بتاعت العروق مصبوبه حديد. مفيش سماعه هتلاقي فيها 4 مايكات واي ان سي. وبص كده الدي بي بتاعها كام؟ العزل قد ايه؟ 46 دي بي. 46 دي بي. البوتس بتاعها 5.4. وصديقي السماعه دي المفروض تتباع فوق ال 2000 جنيه، ولكن كعادتنا ربنا يسامحنا على اللي بنعمله في الوكلاء، جايبينها لك بسعر كمية قليلة ب 1550 جنيه. انا بصبر لحد لما انتش النتشه كده. ده الجراب اللي بيبقى جاي معاها، حاجه كده جلد، جراب جلد من جوي روم. جوي روم خلاص ما ندخلهاش بقى في البراندات الصيني. وصباح الفل. بص يا معلم، حديد يا معلم اهو عشان ولا تتكسر ولا تعمل. الرولات بتاعت البتاع ده هنا بص متقفله ازاي عشان ما تتكسرش. تمام. 1550. وهتحط ودانك كده. طبعا الودان دخلت، هو انا من غير ما اشغل السماعه ادوس هنا كده الاي ان سي. شايف الزرار ده يا معلم؟ واحنا جبنا تفاصيل السماعه هنا، ده الزرار بتاع القلنا اهو، ده زرار. طبعا دي المايكات، عندك اي ان سي، وكده كله سلاسل السماعه والختم بتاع جوي روم. حاجه قيمه جدا على فكره، يعني تقارن بالجي بي الات والكلام من دوت. ده الزرار ده هتغير بيه اوضاع الاي ان سي بتاعت الموسيقى، انك تعمل عزل كامل او عزل شفاف، انك تسمع صوت الناس اللي بتتكلم، ولكن الاصوات اسمها الاصوات التراكميه، يعني صوت تكييف، صوت اي حاجه، ده مش هتسمعه خالص. ماشي. في ناس بتعوز دي في المذاكره، ان هي بتشغل اي ان سي وما تشغلش ميوزك او اي حاجه. ليه؟ لانها بتخليك يعني هدوء تام. يعني لو انت في الشقه او ابنك او الكلام من ده، ممكن تحط السماعه في ودنه كده وتشغلي الاي ان سي الديب العميق ده. حاجه وهم. انا دوست الدوسه انا تلاقيني مش سامع اي حد خالص. سامعني؟ بس سامع صوتي. اتكلم كده. سامعني؟ لا. مش سامعني؟ استنى. اتكلم كده. سامعني؟ صوتك كانك جاي من تحت البحر كده. فهي في ناس بتستخدم دي اصلا، مثلا انت في طياره، انا كنت بشوف دي دايما وانا راكب الطياره، بلاقي ناس كتير حطاها في ودانها بس مش شغاله حاجه. فتحطها كده مش هتسمع صوت الموتور. لو انت قاعد في الشغل مركز ممكن تشغل السماعه، يعني دي سماعات اصلا للعزل، انها مش هتحس باي حاجه حواليك او كلام من ده. طبعا صوت موسيقى فيها مجرم جدا جدا جدا. راكب ميكروباص، قاعد في حته في الشغل فيها دب ورزع وزعيق وشخيط وكلام من ده، ونهى بتتكلم مع سهى، تروح حاطط السماعه في ودانك من غير موسيقى، هتلاقي مره واحده ما انت شايف البشر اللي هم اللي حواليك دول، وما انت سامع صوتهم وعارف تركز في حالك وتركز في شغلك. استرخاء، كل ده فعلا موجود بخواص الاي ان سي. خد بالك انا حابب افهمك ان ده نسبه عزل جامده جدا. 46 دي بي ده انت بتتكلم السماعه دي مثلا عشان ناخدها في جي بي ال هنخش لنا في 13000 جنيه معايا. وجوي روم براند كويس، معاك ضمان بتاع تراست طبعا. ماشي. خد بالك ده هايبرد اي ان سي، يعني في الوضعين بتاع الاي ان سي. الموسيقى بقى لا احدثك يا صديقي، الاداء ممتاز جدا 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 جدا. في مخرج اي او اكس، اتمنى ان هم يكونوا حاطينه في العلبه جاي معاه. شكرا والله العظيم محترمين. مخرج الاي او اكس جاي معاه اهو، وهتشحنها شحن تايب سي. مفيش سماعه هيدفون بتقعد 120 ساعه و70 ساعه باوضاع العزل. 1550 سعر كويس جدا. راجع الاسعار اللي قبل كده والناس اللي كانوا بيراجعوها، انا ما رضيتش اعملها الا لما اجيب فيها سعر يستحق. تقييمنا للسماعه بناء على اساس السعر. لما بنعرف نجيب سعر كويس بقول لك اشتري يا معلم عشان الكميه قليله. فرع مدينه نصر موجوده، فرع الزيتون موجوده، قريب المعادي والمقطم ان شاء الله. عايز تطلبها اونلاين تحت امرك يا صديقي الصدوق. ماشي.
منتج يستحق الجوي روم هيدفون بخاص لاي ان سي، ماشي، وحاجه تستحق جدا جدا. ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم يا شباب. ماشي، تحطها في الكيس كده، ماشي، وتمشي بيه. اصلا انت ممكن تاخد الكيس ده تحط فيه حاجتك وانت ماشي، بس محدش دعوه بيا، محدش يتكلم معايا، انا قرفان منكم اصلا وزهقت منكم وانا ماشي ومش جاي تاني. سلام.